السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة خيرات وادي سعاد، ترس صغير من تروس التنمية في سيناء. بنلف ونوثق وبنحاول نسهل الطريق على اللي جاي بعدينا. ناس كتير بتسأل إزاي أحصل على أرض من مشروع الريف المصري في طور سيناء؟ الإجراءات إيه؟ الخطوات إيه؟ العقبات؟ وهل في تحذيرات لازم أخد بالي منها قبل ما أبدأ؟ النهاردة جايبين لكم تجربة حقيقية، مش كلام من على الانترنت ولا شرح نظري. اللي هيتكلم دلوقتي واحد داخل التجربة بنفسه، وقدم ورقه ولف في المصالح وواجه المشاكل. هيحكي لنا بصوته عن كل حاجة مر بيها. ركزوا معاه، لأن التفاصيل اللي هيقولها ممكن توفر عليك شهور من التعب، أو تخليك تتفادى غلطة ممكن توقفك. تعالوا بينا نسمع منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة أولا على التأخير، لأن والله كنت مشغول جدا جدا جدا، وأنا هحاول بقدر المستطاع إن أنا هقول لك على الخطوات اللي إحنا بدأناها. لكن بالنسبة لدراسات الجدوى وبالنسبة للتكاليف فدي للأسف يعني متغيرة جدا جدا جدا، لكن هحاول إن إحنا نقربها نوعا ما. ماشي إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك ونفع الله بك سيد الغالي. بص سيد الفاضل، بالنسبة للصور، أنا بعت لك الصور بتاعت أراضي الريف. الصور دي إحنا رحنا الريف طبعا، وسألنا على أسعار الأراضي. الكلام ده مثلا من سنتين فاتوا، فكانت السعر كان عامل الأول حوالي 53,000 جنيه. ماشي، ورحنا نزلنا الطور بالفعل وشفنا الأراضي اللي هناك وصورنا الأراضي، فلقينا ما شاء الله الأراضي مزروعة زيتون ومزروعة تين ومزروعة زيتون ومزروعة عنب ومزروعة مانجا، واللي زرع قمح ما شاء الله تبارك الله. ماشي، واللي زرع نخل اللي هو المجدول. ماشي، وأغلبهم دلوقتي داخل هناك على النخل المجدول. ماشي، وشفنا في الأرض كويسة، ويمكن في صورة من ضمن الصور طبقات التربة وما إلى ذلك. طبعا احنا لما رحنا ما كانش لسه الريف المصري بيعمل المدقات ولا أي حاجة. لما رحنا بعد كده لقينا الريف المصري بالفعل عمل المدقات ووصل بعض أعمدة الكهرباء، وعرفنا إن هو هيوصل الكهرباء كلها للقطع كلها، بس طبعا في خطوات في توصيل الكهرباء. ماشي، بالنسبة للنقطة الأولى، طبعا زي ما قلت لحضرتك احنا رحنا شفنا الأراضي، والأراضي هناك ممتازة على اختلاف أماكنها. طبعا احنا رحنا أراضي وضع اليد، ورحنا أراضي تابعة للريف المصري. في ناس زرعة وفي ناس مش زرعة، مش تبع شركة، وضع يد. ماشي، لكن المجمل الأرض كويسة. نسبة المية هناك بتتراوح من 400 ل 800 ل 2000 ملوحة. ماشي، دي بالنسبة برضو لاختلاف الأماكن. بالنسبة للناحية المادية، طبعا هو للأسف سعر الفدان زاد من 64 ل 67 ألف جنيه. يعني كان الأول بحوالي 53، وبعد كده زاد ل 64، وبعد كده زاد ل 67. ده آخر تحديث للسعر. طبعا نظام الريف المصري رقم 1 إنشاء شركة توصية، إنشاء شركة. الشركة إما إن هي تبقى ذات مسؤولية محدودة أو تبقى شركة مساهمة. ماشي، يعني شركة أموال وليس شركات أفراد. ماشي، ودي يمكن خطوة مهمة جدا في استلام الأراضي، لأن شركات الأفراد كانت بتبقى مشاكل وتحكمات ما بين أفراد الشركة. ماشي، فده كان بيعمل معوقات كتيرة جدا جدا في الاستثمار. أما بالنسبة لشركات الأموال فشركات الأموال ممتازة جدا جدا جدا، بتريح الكل، خصوصا لو اشتغلوا قانوني بسجلات ومحاضر ودفاتر، سواء اللي دفع واللي ما دفعش وما إلى ذلك. بتعمل إيه؟ بتعمل حالة من الاطمئنان والاستقرار داخل الشركة. طبعا تأسيس الشركة رقم 1، وعشان نأسس الشركة بنقوم رايحين لهيئة الاستثمار. هيئة الاستثمار دي رقم 1. بنقوم رايحين معانا عدد أفراد الشركة، صور بطايقهم، شهادات ميلادهم،
المقر وما إلى ذلك. طبعا لأن الأرض في شبه جزيرة سيناء فبتبقى ليها خصوصية. إيه هي الخصوصية بتاعتها؟ إن حضرتك ما بتقدمش وتأسس الشركة تأسيس عادي، وده الخطأ اللي وقع فيه بعض الناس ماشي من اللي أسسوا، إن هم راحوا أسسوا الشركة عادي وبعد كده راحوا عشان يقدموا في وحدة سينا فمشيوا الخطوات تاني وتم التعديل، فصرفوا في الأول وهيصرفوا في التاني. لكن أنا بقول لك على الخطوات الصح، الخطوة الصحيحة. إن رقم واحد هنروح هيئة الاستثمار هنقوم طالعين فوق خالص في آخر دور على وحدة سيناء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضراتكم احنا عايزين نأسس شركة مساهمة علشان ناخد قطعة أرض من الريف المصري. بكل بساطة هيدوك ورقة والباركود، أنا ممكن إن شاء الله أرفع لكم الباركود ماشي أو أبعته لك. الباركود ده هو حضرتك بتشوف الأوراق المطلوبة، برضه هبعت لكم الملفات الورق المطلوب إن شاء الله تعالى. ماشي يا سيدي الفاضل. حضرتك طلعت وحدة سينا، خدت الباركود وقالوا لك دي الأوراق المطلوبة، فحضرتك بتجهزها. أول حاجة بتجهزها صور بطايق المشاركين، وتملى الطلب اللي موجود، الطلبات اللي موجودة، بيانات الخدمة ومرفق بيها الأوراق ماشي. على طول بتسلمها عند المحامين تحت ماشي. وبعد كده الورق بيتحرك لوحدة سينا فوق، ومن وحدة سينا لهيئة تعمير سينا، أو بتاخد الموافقات الأمنية وبتبتدوا تنشئوا، تيجي لك الموافقة بإنشاء شركة. بتقوم عامل الشركة وتعمل لها التكويد بتاعها في البورصة، وتعمل إيداع في البنك اللي هيتم إيداع الحساب بتاع الشركة عليه ماشي. وتبتدي الخطوة الثانية. طبعا عشان نتكلم على المستندات اللي هتقدمها عشان يتم الموافقة على الشركة، واحد بيان الخدمة ده هو بتقول والله ان انا عايز اسس شركة مساهمة اسمها كذا كذا كذا. طب عشان اعمل الشركة دي لازم تروح للمحاسب قانوني وتقول له اعمل لي عدم التباس، فتعمل عدم التباس ماشي، وتدفع الرسوم بتاعتك للمحاسب وتروح تطبعها وتاخد شهادة عدم التباس بالاسم بتاع الشركة. يبقى رقم واحد ماشي شهادة عدم التباس. كلام جميل. 2 ماشي مقر داخل سيناء، لازم تشوف مقر داخل سيناء وتعمل عليه ان هو ده المقر الاداري بتاعكم اللي انتوا هتشتغلوا عليه ماشي. المقر الاداري ده هو ما يقباش لا في قرية سياحية ولا يقبى في اسكان اجتماعي، ولازم عشان يبقى المقر مظبوط لازم تكون ملكية العين اللي انتوا هتاخدوا فيها المقر دي ملكية معتد بيها قانونا، يعني تكون تخصيص من الدولة او هو شاري من الدولة ماشي، اللي هو صاحب العين. لانه من ضمن الحاجات المطلوبة مع عقد حق الانتفاع اللي انت بتقدمه، اللي انت بتعمل ايه؟ بتقول والله يا اخوانا ادي عقد حق الانتفاع وادي تسلسل الملكية بتاعة العين اللي احنا واخدين فيها حق الانتفاع، ودي مهمة جدا جدا جدا. دي عملت لي مشكلة، وقفت لي الشغل بتاعي من شهر 1 حتى يومنا هذا لغاية ما شفت عين تانية ماشي، وربنا سبحانه وتعالى كرمنا وجبت الاعتداد الملكية، وبنقول يا رب الورق يمشي ماشي. حضرتك جبت شهادة عدم الالتباس باسم الشركة اللي انت هتقترحوه، وجبت مقر وعملت ليه عقد حق انتفاع، ممكن انا برضو ابعت لك صورة عقد حق الانتفاع. كلام جميل. ان شاء الله سبحانه وتعالى هتقوم مقدم بقى عقد حق الانتفاع، هتقدم شهادة عدم التباس، صور البطايق بتاعة افراد الشركة، وطبعا هيبقى في محامي او محاسب قانوني هو المتولي هذا الامر ماشي.
لإنهاء الإجراءات. فطبعا هيبقى في توكيلات من أفراد الشركة كلها لمين؟ للمحاسب القانوني أو المحامي اللي هيقدم الأوراق. فطبعا هيقدم الأوراق، يبقى كده انتوا مهمتكم المرحلة الأولى انتهت. زي ما قلت كده، الورق هيطلع من عند التقديم تحت من عند المحامين، هيقوم طالع لفوق عند وحدة سيناء. وحدة سيناء بتراجع الورق، بتقول لك والله الورق تمام التمام ما فيهوش أي مشكلة، خلاص شكرا. بيقوم على طول هي بتقوم محولاه لهيئة تعمير سيناء، ماشي، ومن هيئة تعمير سيناء بيروح للجهات الأمنية لأخذ الموافقات وعمل التحريات اللازمة على أفراد الشركة. تمام التمام كده كله مفيش حد عليه أي مشكلة، بيقوم يقول لك إيه، خلاص إحنا موافقين إن أنت تعمل الشركة. بيجي جواب لهيئة الاستثمار، ماشي، السادة هيئة الاستثمار بناء على التحريات التي تمت وموافقة الجهات المختصة بذلك، فإن هيئة تعمير سيناء بتوافق للشركة الفلانية على تأسيس الشركة. على طول بيبلغوك يقول لك تعالى أسس الشركة، بتروح تقدم بقى الإيه، الأوراق بتاعتك وبتخلص كل حاجة، وبيجي المحاسب أو المحامي بيقول لك والله إحنا هنعمل 1 2 3، وبيخلص لك الإجراءات بتاعتك. خلصت إجراءات تأسيس الشركة وطلع لك سجل تجاري، حضرتك بتروح تعمل إيداع في البنك بقيمة 25% من ثمن الأرض. طبعا احنا قلنا ان سعر الفدان 67,000 جنيه، ماشي، في 230 دي اللي هي القطعة، ماشي، فهيبقى القيمة الإجمالية لقطعة الأرض 230 فدان عاملة 15,410,000، ماشي. طبعا هنعمل إيداع 25% من قيمة الأرض في البنك اللي هي تبقى حوالي 3,852,000 جنيه. هنعمل بيهم إيداع في البنك، وهناخد خطاب إيداع من البنك بالقيمة دي، هناخد خطاب إيداع من البنك بالقيمة دي، ماشي. طبعا احنا أسسنا الشركة، هناخد بقى خطاب الإيداع، وهناخد سجل التجاري، وهناخد صورة عقد الشركة، ماشي، والبطاقة الضريبية بتاعتنا، وهنقوم واخدين. ودي بقى المرحلة المهمة جدا جدا جدا. في حاجتين لازم يتقدموا، ايه هما؟ الأولى شهادات الجنسية، لازم كل عضو يعمل شهادة جنسية، والشهادة الجنسية دي صلاحيتها 3 شهور فقط لا غير، ماشي. فيعمل شهادة جنسية ومرفق بيها، لو فات عليها 3 شهور بيرفق بيها إقرار في الشهر العقاري بأن الشخص لا يحمل أي جنسية أخرى. حضرتك بتاخد شهادة جنسية، وبتاخد معاها الإقرار، وبتاخد شهادة ميلاد الأب، شهادة ميلاد الأم، شهادة ميلاد الجد والجدة، كلام جميل. ودي المرحلة دي الإيه؟ ده الأصل، ده الأمر الأول المهم اللي أنا قلت لك عليه. الأمر الثاني بتعمل دراسة جدوى معتمدة من مركز محاسبة. دراسة الجدوى دي بتقول والله إن أنت هتزرع في خلال 4 سنين، هتزرع 1 2 3 4 بتكلفة إجمالية كذا، ماشي. المرحلة الأولى بتكلفة كذا والثانية بكذا وما إلى ذلك، وبتقدم الورق ده. يعني أنت بتقدم معاك صور البطايق، شهادات ميلاد الطالب، ماشي، اللي هو المشارك، ماشي. يعني هنقول تاني عشان ما يتلخبطش: عقد الشركة، بطاقة ضريبية، السجل التجاري يكون حديث، ماشي، شهادات الجنسية ومعاها إقرار من الشهر العقاري، دي في حالة إذا مضى على الشهادة 3 شهور. ما مضاش عليها 3 شهور يبقى نكتفي بالشهادة فقط لا غير، ماشي، في شهادة الجنسية. كمان بيرفق شهادات ميلاد الشريك، شهادة ميلاد الأب، شهادة ميلاد الأم، شهادة ميلاد الجد والجدة. الحاجات دي كمان معاها دراسة الجدوى المعتمدة، بتقدمهم للريف المصري. السلام عليكم يا ريف، اتفضل، أنا محتاج حضرتك تخصص لي قطعة أرض في مدينة الطور جنوب سيناء. حضرتك الأوراق، اتفضلوا الأوراق، أدي الشركة، عقد الشركة، أدي السجل التجاري حديث، أدي البطاقة الضريبية، أدي دراسة الجدوى، وأدي بيانات المشاركين كلها من صور البطايق وشهادة الميلاد وشهادة الجنسية. حضرتك بتسيبهم
وبتستنى عليهم فترة. الفترة دي قد إيه بقى؟ أنت وحظك، أنت وحظك. ماشي؟ إيه اللي بيحصل؟ برضو بيتعمل عليكم تحريات، ماشي، للمرة الثانية مع التجديد طبعا، لأن حضرتك التحريات بتتعمل في الأمن العام والأمن الوطني والمخابرات العامة والمخابرات الحربية، ماشي، والأمن الوطني. الكلام ده كله بيحصل عليه، بتيجي الموافقات من الجهات دي كلها، تاخد لها 3 شهور 4 شهور 5 شهور 6 شهور، كل واحد ونصيبه زي ما بيقولوا. ماشي؟ إيه اللي حصل؟ تيجي الموافقات ترجع للريف المصري بإيه؟ إن هو يملكهم خلاص تمام التمام، يتم التسليم للأرض والتخصيص بإذن الله تعالى. في نقطة مهمة لازم أوضحها، لازم يبقى معاك قرار تخصيص من المحافظة للأرض اللي عليها مقر الشركة. جواب الاعتماد مش كفاية، رغم إن الجهة مقدمة سند من المجلس المحلي بالاعتداد بالملكية، لكن للأسف ما كانش كافي، والمعلومة دي عطلت المسار بالكامل. عشان كده لو انت بتجهز ورقك دلوقتي خد بالك، لازم تطلع جواب تخصيص رسمي من المحافظة للمكان اللي هتفتح فيه مقر شركتك. الموضوع بسيط، لكن لو غاب عنك ممكن يعطلك بالشهور. صاحب التجربة اللي معانا النهاردة جاوب على أسئلة كتير، جزاها الله كل خير، لكن في نفس الوقت أكيد لسه في أسئلة كتيرة بتدور في بال المشاهد. عشان كده لو عندك سؤال، مش بس سؤال واحد، اكتب لحد 20 سؤال، 50 سؤال في تعليق واحد. أي حاجة نفسك تعرفها عن التقديم الورق، إن شاء الله هنقرأ كل الأسئلة ونجهز بيها الحلقة اللي جاية، واللي هتكون تكملة للحلقة دي. ومن دلوقتي بنوعدكم إننا هنجاوب فيها على أسئلة زي إيه الأوراق المطلوبة، ومكان كل ورقة، وبتخرج من أي جهة، وكل ورقة بتاخد مدة قد إيه. وهنعرضها على الشاشة قدامكم. إزاي نعمل دراسة جدوى بسيطة، التكاليف بالتفصيل من أول خطوة لحد ما تستلم الأرض، وتكاليف المحاسب القانوني كام وبيعمل إيه بالضبط. منتظرين تعليقاتكم، والسؤال اللي هتكتبه ممكن يكون هو موضوع الحلقة الجاية. اكتب وشارك وساعد غيرك إنه يوصل. رجل من قلب المدينة. السلام عليكم.